مساء الخير والفرح والسعادة على عيونكم حبايب، يا رب تكونون بأحسن حال. طبعا اليوم غدانا راح يكون مرق فاصوليا خضراء وتمن. طبعا الفاصوليا الخضراء موسمها الآن، يعني هي أكلة شتوية وأكلة جميلة ومفيدة وأكيد الكل يفضلها. آه، طبعا الفاصوليا طريقتها سهلة جدا والجميع يعرفها. ناخذ الفاصوليا نقطع يعني العروق مالتها، وبعد ما أقطعها أبدي أقطعها، يعني أترمها إلى قطع صغيرة أو حسب الحجم اللي يعني أنت تفضلي. طبعا عندي لحم، أني لحم شرح تقريبا أقل، يعني نص كيلو أو أقل شوية. غسلت اللحم جيدا ودا أحمسه مثل ما دا تشوفون. طبعا ضفت الزيت إليه، بعد ما ينحمس أو يتشوح زين أضيف له البصل، قطعة بصل كبيرة، و يعني أبقى أقلب بيه إلى أن يذبل البصل. أضيف له النوم بصلة والفلفل الحار. أنا عندي فلفل يعني مجففته لأن ما عندي فلفل أسمر. وبعد ما يعني أحمس البصل راح أضيف له الفاصوليا بعد ما قطعتها وغسلتها، وأضيف لها قليل من الماء وأتركها إلى أن يعني تستوي. بعدها إن شاء الله يعني أضيف لها قطعة من الطماطة. طبعا الطماطة حسب الرغبة، يعني تقدرين مثلا إذا عندك طماطة جاهزة أو مجمدة يعني تسويها على طماطة، طبعا تكون أطيب. أنا حبيت أخلي قطعة طماطة على الفاصوليا بعد ما طبعا هنا أنا خليتها ودا أقلب بيها، وراح أضيف لها الماء بعد ما تستوي شوية، يعني تاخذ لها فد يعني 10 دقائق تقريبا. أضيف لها الطماطة بعد ما أقطعها والمعجون وأتركها إلى أن تنضج. طبعا يفضل أن تكون يعني إذا تبديها ويا تمن شوية سميكة، يعني فتكون يعني أكلة طيبة وإن شاء الله تعجب الجميع. طبعا هاي عندي تقريبا 3 ملعق معجون، وهاي ليمونة أضيفها أيضا إلها. يفضل أن تكون شوية بها حموضة يعني تكون أطيب، وإن شاء الله يعني يطلع طبق جميل. هاي بعد ما استوت ضفت لها قطعة الطماطم وراح أضيف لها المعجون. طبعا أكو يعني هواية يعني عوائل أو يعني قسم من أفراد العائلة من تسوين أكل يقول لك هذا يعجبني هذا ما يعجبني، يكونوا مزاجين بالأكل. طبعا هذا هو تعويد من الصغر، وهذا تعويد خاطئ. يعني المفروض الطفل من أول ما يبدي يعني يفهم ويتذوق أعلمه ياكل أي شيء يعني أسويه الموجود، أعلمه يعني يستطعمه حتى لا يكون مزاجي بعدين. ويعني الإنسان ظروفه طبعا مو كل أيامه سوا، فكل شيء تسوين بالبيت المفروض الطفل يعني تعوديه إنه ياكله. هنا طبعا ضروري وياها التمن أو الرز. أنا غسلت الرز جيدا وحمست الشعرية وضفت لها التمن، وإن شاء الله يعني أكلة تعجبكم. وأكو مسألة أيضا مهمة بنات، يعني مسألة تنظيم الوقت. احنا نلاحظ أن الآن الجميع يعني يسهر بالليل بسبب الانترنت، وبسبب أنه يعني أغلبنا بسبب الكورونا حتى دوام الموظفين يعني أصبح مو كل أيام الأسبوع، فيتأخرون بالنوم ويقعدون متأخرين. فبهاي الحالة يعني وقتهم يعني تخربط نظامهم. تشوف يعني وقت الفطور يكون متأخر، وقت الغداء أيضا متأخر، وهذا الشيء طبعا خطأ. تنظيم الوقت كلش مهم، والاستيقاظ مبكرا، يعني مو إلا يعني نقعد من الصبح يعني من الغبشة مثلا ب11 الصبح أو بالعشرة يكون يعني شيء يعني أحسن وصحيا أفضل. طبعا هاي النتيجة، هذا التمن بالشعرية وهاي المرقة مثل ما تشوفوها، وطبعا طعمها كلش طيب. ضفت لها الليمون والنوم بصرة والفلفل الحار، وألف عافية إن شاء الله إلنا وإلكم، ويا رب إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. تحياتي، وإن شاء الله نلتقي بفيديو آخر. ولا تنسونا بالاشتراك واللايك والضغط على زر الجرس. مع ألف سلامة حبايب، ويا رب نشوفكم دائما بخير وبسعادة وبفرح. إلى اللقاء.
طبعا يمكن اكو اصوات لانه يعني جوارنا الحايط على الحايط مثل ما يقولون، فاعتذر اذا اكو اصوات شوية مزعجة. تحياتي مرة اخرى.